خلاص اوشكت الرحله على الانتهاء، وخلاص يا ولاد هنولد. خلاص ما بقاش غير ايام قليله خالص يتعدوا اصابع الايد الواحده. تعالوا بقى اكلمكم عن حاجات مهم تاخديها معاكي يوم الولاده علشان تحسن نفسيتك. بالنسبه للولاده فانا هولد قيصري باذن الله، انا هولد قيصري ومستنيه لاخر التاسع عادي، علشان حاسه انه البيبي لازما يتم ال9 شهور بتوعه عادي طالما هو كويس وسليم. مفيش داعي ان انا اجيبه قبل ميعاد واخد حقن رئه والكلام ده. اول حاجه دي انا لسه سامعه عنها جديد ما خدتهاش في عائشه، وهي اللبان. انه اللبان بيشغل المعده بعد الولاده، فاخدت حتى لو والده طبيعي او قيصري يعني في الحالتين. فاخدت البنتين سماره كده، قلت نشوف الموضوع ده بعد الولاده. هاتيها من الارض. تاني حاجه الروايح من الحاجات اللي بتحسن النفسيه جدا، فلو انت في ريحه حلوه بتحبيها بتهديلك نفسيتك خديها. شميها بعد الولاده يمكن تهدي شويه والضغط اللي عليكي يقل. انا عملت ده في ولادتي الاولى في عائشه، وكنت واخده معايا اللوشن ده كان ريحته عجباني جدا جدا، وطول الحمل كنت حباه قوي، فاخدته معايا وفعلا حسن نفسيتي، واستخدمته قبل ما انزل قبل ما اروح. وشراب جديد طبعا علشان نحس ان احنا اروش بكتير. ممكن التوكه دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا 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 برضو، وبتحسسني شويه بان انا اروق، فاخدتها معايا برضو علشان البسها بعد الولاده وانا قاعده لوحدي انا والبيبي براحتنا، نبقى احس ان انا رايقه. فاهمين يعني؟ مجرد ما بدخل نفسي في شعور ان انا رايقه بكون فعلا رايقه. فانصحكم جدا جدا بجد بالحاجات دي. بتحبي الليب بالم خديها معاكي، بتحبي خاصه بعد الولاده كمان بنبقى في جفاف جامد، فخدي ليب بالم، خدي لوشن، خدي الحاجات اللي بترطب دي عارفينها، مثلا نسبلاش ريحته حلوه بتحبيه، الحاجات دي. برضو اخدت معايا بندانه السوري، ده الحجاب السوري. البندانه السوري والحجاب السوري لان هما ما بيتزحلقوش من على الشعر وبيكونوا كويسين جدا. بس مش عارفه بقى في الاخر بتدخلي عمليات وبتخرجي برضو كل حاجه بايظه خالص، بس مش مشكله يعني احنا هنعمل حسابنا. البندانه السوري انا قطعاها من ورا كده علشان تبقى مريحه للراس، مش كاتمه على الراس وخانقينها، فاهمين؟ خاصه مع الصداع بعد الولاده. بس كده، ولاده سعيده ان شاء الله، وادعوا لي بالسلامه. باي باي.